ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة 11 و12 و13، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال من الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها. فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 بعد الزوال، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة 13، والرمي في اليوم 13 ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنى.